اهلا بيكم في الجزء الثاني من سلسلة اختراعات جهنمية دمرت البشرية. النهاردة هنتكلم معاكم عن الكاميرا. ايوه الكاميرا. ولو انت معاك كاميرا في تليفونك او في اللابتوب بتاعك فلازم تحترس منها، لان انت معاك حاجة دمرت الكوكب. وقبل ما اكمل الفيديو مش هوصيك باللايك والشير، لان بيفرق معايا جدا ان المحتوى يكون بيوصل لكل الناس. بس قبل ما اقولك هي دمرته ازاي هقولك الاول على مين اخترعها واخترعوها ليه في الاساس. لويس داجير اتولد سنة 1787 في مدينة اسمها كورجي شمال فرنسا. الراجل ده بدأ حياته كرسام، وفي ال30 من عمره اخترع طريقة عشان يكون بيعرض بيها اللوحات الفنية بتاعته باسلوب معين كده في الاضاءة كان بيستخدمه علشان يعرض بيه. المهم يا سيدي، من كتر ما هو كان مشغول بالفن ده حاول ان هو يكون بيلاقي طريقة ينقل بيها الفن ده بطريقة آلية. يعني بدل ما يقعد يرسم في المناظر الطبيعية، لا هو يصورها على طول. وفعلا ما كدبش خبر، اشتغل على الفكرة بتاعته لكنها للأسف باءت بالفشل. المهم في سنة 1827 لويس قابل واحد اسمه جوزيف نيبس. وشوف بقى ترتيب ربنا، يطلع عمنا جوزيف هو كمان بيحاول يخترع اختراع الكاميرا. لا وكمان ايه ده، وصل لنتائج قريبة جدا من الاختراع ده، بس كان ناقصه شوية حاجات صغيرة جدا. وطبعا مين اللي هيكملها لنا؟ بطل القصة بتاعتنا عمنا لويس. ولما اتقابلوا هما الاتنين فعلا قرروا ان هما يكونوا بيشتغلوا مع بعض على اختراع الكاميرا. ولكن الموت يا صديقي كان عنده كلمة تانية في الموضوع دوت، لان في سنة 1833 يعني بعد ما اتقابلوا ب6 سنين مات جوزيف. طبعا لوهلة حسيت ان الموضوع وقف لحد هنا، وبعد ما كانوا خلاص قربوا ان هم يكونوا بيوصلوا لاختراع الكاميرا جوزيف مات. بس ده ما منعش اخونا لويس ان هو يكون بيحاول اكتر وبيشتغل اكتر على الفكرة وبالتعليمات اللي اخدها من جوزيف قبل ما يموت. وفي سنة 1837 يعني بعد موت جوزيف ب4 سنين اخترع لويس داجير اول نظام تصوير فوتوغرافي في العالم اللي هو بيتسمى الكاميرا دلوقتي. وطبعا كأي واحد مخترع اطلق عليه نظام داجير، ما كانش لسه موضوع الكاميرا ده طلع قوي يعني على اسم عيلته. يعني اي حد بيعمل اختراع بيسميه على اسم عيلته. طبعا وقتها الدنيا اتقلبت، لان الاختراع دوت تهز الدنيا كلها، جوائز بقى والقاب ومعاش ليه ولابن جوزيف اللي مات. اصيل برضه الواد لويس ده، يعني هو عشان سالك ربنا كرمه، اسلك عشان ربنا يكرمك. الاختراع طبعا اتطور لحد ما وصل للكاميرا اللي في ايدينا ديت، او في التليفون اللي انت بتشوفني منه دلوقتي، او في التليفون اللي معاك، او في اللابتوب. اشكال بقى واحجام والوان ومميزات، وبص يعني ما تعدش. وطبعا زي ما كان في انسان سالك واخترع الكاميرا، في انسان مش سالك واستخدم الكاميرا بطريقة غلط دمرت البشرية. الانسان اللي مش سالك دوت استخدم الكاميرا في تصوير افلام اباحية، افلام مش كويسة. لا وكمان ايه بقى، وصلت ان احنا بنتجسس بيها على بعض. واخيرا واكتر حاجة حرق دم الحقيقة من الكاميرا، واكتر يعني حاجة خلتني اكره اليوم اللي اخترعوه فيها ديت، ان احنا بقينا بنعمل محتويات كمان على السوشيال ميديا هابطة وسيئة وحاجة كده يعني مزرية. مش عارف، انا بدل ما يشوفوني انا مثلا بقدم محتوى حلو زي كده هو يعملوا زيي، لا احنا بنقدم حاجة فيها هشك بش. لا وحاجة تانية كمان غير المحتوى، احنا دلوقتي بقينا لما بنشوف حد بيتخانق او حد بينتحر، احنا بدل ما بنروح ننقذه او نفض الخناقة دي، لا احنا بنقف نصوره، اللي هو نصور الخناقة. ما تعرفش ليه، يعني نصور الخناقة وخلاص، او نصور الشخص اللي بينتحر ده وخلاص. طب ما نروح ننقذه، ما نروح نشيله، لا احنا نصور. وبدل يا سيدي الاختراع الجميل دوت اللي كان معمول عشان يكون بينقل الصور الطبيعية بدل ما نرسمها ان احنا نكون بنصورها، بقينا بنستخدمها استخدامات خاطئة جدا. فمن فضلك ايها الانسان السالك، استخدم الكاميرا في انك انت تكون بتاخد بيها صور تذكارية ليك، تكون بتصور بيها الطبيعة، تعمل محتوى حلو زي اللي احنا بنعمله دلوقتي ده عشان نستفاد كلنا. بس كده يا سيدي، شجعني باللايك والشير ومتابعة للصفحة عشان ما يفوتكش كل جديد.